اغلب التجار بيرفضوك من غير ما يقولوا لا. عارف ليه؟ زمان كنت لما بدخل على اي محل بفتح الشنطه على طول، اطلع العينات وابدا اتكلم. كنت فاكر ان دي احترافيه، بس الحقيقه انا كنت بقفل البيع من اول دقيقه. اول ما العميل يشوف المنتج وقبل ما يفهم انا جاي ليه اصلا ولا ايه المشكله اللي انا هحلها له، كان يقول لي بسرعه مش محتاج، عندي، اصل سعرك غالي. واحيانا ما كانش بيقول حاجه، كان بيبص للمنتج ثانيه واحده ويرجع يبص لموبايله. عشان كده قررت اغير طريقتي. بقيت اول حاجه اعملها اول ما ادخل المحل ابص على الرف واقيم العميل، وبعدها اسلم عليه واتكلم معاه شويه وافهم احتياجه كويس. ولما احس ان الوقت بقى مناسب ساعتها بس افتح الشنطه واطلع المنتج. مش عشان ابيع، لا، انا بطلعه لما بحس انه بقى مستعد يشوف، لان ساعتها المنتج بيبقى حل مش مجرد محاوله بيع. الخلاصه، ما تستعجلش انك تطلع المنتج، خليه في الوقت المناسب عشان يبقى حل مش مجرد محاوله بيع. لان اغلب التجار بيرفضوك من غير ما يقولوا لا، هم بيرفضوا طريقتك قبل ما يسمعوا كلامك. انت بقى اول ما بتدخل على عميل بتفتح شنطه عيناتك على طول ولا بتستنى شويه؟ اكتب لي في التعليقات.